المنطقة الأخيرة التي ذهبت إليها زميلتي العزيزة ريهام سعيد، وأرجو أن لا ترى في هذا نقدا ولكنه نقاش. أنا لا أملك أن أنقذ زميلي يعني. سألت نفسي وأنا قاعد أتفرج على الحلقة، يا ترى ريهام عايزة توصل لفين؟ فقاعد أستنى حلقة الجن مجموعة الفتيات. هي حالة غريبة، اللي الكاميرات موجودة في كل مكان والكاميرات بترصدهم قبل ما تيجي ريهام، وفي دكتور شكله أنا مش عارفه هو مين، ولكن بيدير حوار غريب جدا وهو قاعد على كرسي والمريضة قاعدة على كرسي تاني، وكل شوية تجيلها الحالة. أنا بحكم عملي الصحفي أيضا حضرت حالات تدعي المس بالجن كتير وكنت بسجلها وكل حاجة. أول مرة أشوف حالة إنك تضغط على صباعها ترجع والجن يمس عشرات المرات في 5 دقايق، فتروح ضغط على الصباع يروح راجع تاني. أول مرة أشوفها، ما علينا. طيب دكتور قاعد بيدور حوار غريب وقاعد يسأل أسئلة غريبة، فالبنت تبقى طبيعية وبعدين تتأسد وبعدين تزحف وبعدين تعمل الصليب في بيت مسلم، خدوا بالكم. وبعدين تظهر زميلتي ريهام سعيد. الكونكلوجن او المجمل الكلام اللي بتطلع بيه ريهام ان انا ده اهو عشان اللي بيتهموها بانها بتروج للدجل جبت لكم طبيب نفسي وما عالجهمش، ما معناه. وانا كنت عايز اسالها واسال الطبيب، هو في علاج حاله لو عندهم صرع، لو عندهم هستيريا زي ما هو بيقول، هل يمكن تشخيص بهذه الحاله؟ هل يمكن اتخاذ قرار ان انفع اعالجهم او ما اعالجهمش وانا واقف؟ طب لو عندهم صرع، هي الحاجات دي مش بتعمل رسم مخ وموجات وحاجات كتير جدا علشان اقدر اخد قرار واحدد المريض اللي قدامي ده مريض بايه؟ فيصبح الدكتور بيتكلم عن هستيريا او اشياء لا يراها، وتنتهي ريهام الى انه مش هيقدر يعالج، وتقول طيب انا هجيب شيخ. طيب كان سؤالي لزميلتي العزيزه ريهام، هم قالوا لي جبنا 30 شيخ، لو جبت شيخ وقال كلمتين والبنات ارتاحوا وضحكوا واطلع يا جن وراح حارق ورقه واطلع من صباعها لا اطلع من رجلها ويقول له هطلع من عينها والحاجات اللي احنا شفناها، بقوا كويسين قدامنا على الشاشه، ايه النتيجه؟ انا كمشاهد سيبكم الطب ووجع القلب وصدقوا في الشيوخ الدجالين؟ يعني هل نذهب الى هذا الاتجاه ولا الطب النفسي عاجز امام حالات؟ عاجز امام حالات، العلم عاجز امام حالات. طيب انا عايز ايه؟ احنا كاعلام عايز ايه؟ ريهام اللي بتعملي حاجات كتيره طول الوقت مهمه قوي وبتساعدي في تنميه هذا المجتمع بالفعل، وليكي مواقفك المحترمه جدا. عايزه ايه من الحلقه دي؟ الحلقه دي في هذا الزمن، في هذه المرحله. انا قدامي حلقتين، الحلقه دي وحلقه زميلتي العزيزه منى عراق اللي فيها مجهود كبير جدا وتحقيق تلفزيوني استقصائي مهم، وان كان مش استقصائي قوي، ناقصه معلومات كتير، لكن في مجموعه بترتكب جريمه الشذوذ. مجتمع متفسخ. هل اولويات هذا المجتمع الان هي الشذوذ والجن؟ في مجتمع مش لاقي ياكل، في مجتمع لا يعمل، في مجتمع فيه 13 14 مليون عاطل، في مجتمع تنتشر فيه الامراض. هل ده دورنا؟ لا، مش مختلف. موضوع صحفي جذاب جدا يحقق مشاهده رهيبه، جهد جبار من الزملاء انهم وصلوا الى هذه الحالات، لكن النتيجه انا هوصل لايه؟ لا يمكن في عصر العلم اتكلم عن الخرافه. وهؤلاء واذا كان فيهم مس واذا كان فيهم، فهذا له علماؤه، وعلماؤه مش على الملأ. وزي ما قال الشيخ الشعراوي عليه الله يرحمه، ان انت مالك، هذا امر يخص المبتلى به. فعمليه الشيوع هنا الإظهار. ثانيا حق هؤلاء في المجتمع، ظهور البنات بهذا الشكل وصورهم. لو كانوا مرضى وهيتعالجوا هيعيشوا في المجتمع ازاي؟ هيتجوزوا ازاي؟ هيتعاملوا أهل القرية وجيرانهم واللي فيهم بيشتغل واللي فيهم بيتعلم هيتعامل ازاي؟ المجتمع هيقبلهم ازاي؟ أليس في هذا انتهاك لخصوصياتهم ولحياتهم؟ حق الإنسان. حتى المثليين الذين صوروا لم يصوروا بإذنهم، ولسنا جهة قضائية علشان نقوم بذلك. وإذا كان عندي معلومة عن مكان ممكن أبلغ عنه، ده الأمن يقوم بيه، إن أنا أقدمه في وقت ما بعد الإخوان علشان تعرفوا هذا المجتمع مجتمع مليء
بالخرافات وبايه؟ وبالشواذ. كام عندنا شواذ؟ 100 200 1000 2000 10 20000 ولا يمثلوا حاجه. اللي عندهم فيروس سي ملايين، اللي عندهم سكر ملايين، اللي عندهم اعاقه ملايين، البلد كلها ملايين ملايين ملايين. دول اللي محتاجين تركيز الان او صرخه الان. كل ما اخشى ان نكون نحن وانا اولكم رغبه في بعد نجاح دائم. ريهام سعيد محققه نجاح، ومنى زميلتي العزيزه لسه بادئه برنامج وناجحه جدا. ان للحفاظ على النجاح والاستمرار الاكثر والهروب من الواقع السياسي المرير بناخد الناس لمنطقه تانية. بس انا وقد اكون مخطئا ارى ان هذا خطر على المجتمع وخطر علينا. زميلتي ريهام سعيد بتقول انها هتعمل جزء تاني وهتاخد شيخ. انا بارجو من ريهام بحق الزماله ان تراجع نفسها مره اخرى وتسال سؤالا حقيقيا: انا هوصل لايه؟ هقنع الناس بايه؟ بان الطب النفسي فشل؟ بان الشيخ هو اللي نجح؟ هل عملنا دورات او خطوات العلاج الطبي الدقيق؟ ما حصلش وما شفناش ولا يجب. هل يمكن ويحق لي النظر على الشاشه مرضى ايا كان حالتهم وخاصه وبنات علشان اقول ان الهدف هو علاجهم؟ ما انت بتعالج كتير، ما بنشوفش كتير من اللي انت بتجيبيهم يا مريم بتعالجيهم. عالج دول بدون ما يظهروا، مش لازم يكونوا على الشاشه. الاثر السلبي لما نراه قد يكون اكبر كثيرا مع ثقتي التامه في حسن النوايا. يعني انا لا اشكك في النوايا، ولكن هذا النوع من البرامج بعيدا عن رد الفعل العنيف اللي موجود على السوشيال ميديا. انا قعدت مع ناس كتير وبيكلموني في ده، بس بيقولوا لي انتوا يعني عاجبك الاعلام اللي انتوا فيه، فاحنا مع بعض واحنا في مركب واحد، وقد يكون من الواجب علي كما هو واجب عليكم اذا اخطأت صوبوني وسأتقبل نقدكم بكل رحابة صدر.